السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. وكالعادة وزي كل حلقة ما بقول دي تكملة لسلسلة حلقات كل اللي عايز تعرفه عن مسلسلات الموسم الرمضاني 2026، السلسلة اللي بنتكلم فيها عن مسلسلات اللي هتنزل وهيتم عرضها خلال شهر رمضان الكريم اللي خلاص يقترب علينا يوم بعد يوم. فكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم جميعا إن شاء الله. اتكلمنا خلال الفترة الأخيرة عن عدد كبير من المسلسلات، تقدر تخش على القناة وهتلاقيهم بالترتيب وتتفرج براحتك. حلقة جديدة ومسلسل جديد، والمسلسل اللي جاي نتكلم عليه في حلقتنا النهارده وهو مسلسل على قد الحب لنيللي كريم وشريف سلامة. كل اللي عايز تعرفه عن المسلسل هو ده اللي احنا جايين نتكلم عليه في حلقتنا النهارده. فقبل ما نبدا الحلقة ما تنساش دعمك ليا، تعمل لايك، تشترك في القناة، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وجديد. معاكم اخوكم اسلام، ويلا بينا نخش في الحلقة على طول. انا جاي المكان دي وهمانه وناجحه وعبقريه وكده. طبعا انتي مش فاكر حاجة من اللي حصلت امبارح. بسم الله. ومسلسل على قد الحب. تعال الاول نتكلم ونتعرف على ابطال وصناع العمل. والمسلسل بيضم عدد كبير من النجوم مع حفظ الالقاب للجميع. نيللي كريم اللي كانت اخر اعمالها في الموسم الرمضاني 2025 السنه اللي فاتت، وواحد من انجح مسلسلات الموسم وهو مسلسل اخواتي. وشريف سلامه برضو اللي كانت اخر اعماله السنه اللي فاتت برضو في مسلسل كامل العدد بلس. مها نصار واحمد ماجد، محمد علي رزق، محمود الليثي، احمد سعيد عبد الغني، صفاء الطوخي، محمد ابو داود، ميمي جمال، شهد الشاطر، يوسف حشيش، رندا ابراهيم. ومسلسل على قد الحب من تاليف مصطفى جمال هاشم ومن اخراج خالد سعيد. وطبعا مسلسل على قد الحب يتكون من 30 حلقه وهيتعرض على قناه CBC. ودلوقتي بعد ما اتعرفنا على ابطال وصناع المسلسل، تعالوا نخش ونتكلم عن قصه واحداث المسلسل. مريم، هو انت مين؟ وإن المسلسل بيحكي لنا عن قصة شيف إيطالي بيرجع إلى مصر لافتتاح المطعم الخاص بيه، وبيدخل في شبكة من العلاقات اللي مليانة بالحب والتحديات. والشخص ده هيكون هنا شريف سلامة. التحديات الأسرية والمهنية، وتتداخل الأحداث ما بين المشاعر الإنسانية وتفاصيل الحياة اليومية، والصراعات العاطفية ما بين مجموعة من الشخصيات اللي بتمثل صفات ومواقف مختلفة في المجتمع. وبنيجي هنا عشان نشوف الفنانة نيللي كريم اللي هتكون قايمه بدور مصممه مجوهرات. كل الاحداث دي بتدور في اطار درامي اجتماعي رومانسي. غير الاعلان اللي نزل اللي الصراحه يتوهك كده، لانك بتشوف العديد والعديد من المشاهد اللي مليانه صراعات وتحديات ما بين الشخصيات الرئيسيه اللي موجوده في المسلسل. هو ايه اللي حصل؟ النهارده واحنا بندور على ليلي مامي سامعاني؟ تتعامل معاها كأنها قدامها وتتفاعل معاها وعادي. وبتظهر مريم. طبعا مريم من هنا اللي هتكون قايمه بدورها نيللي كريم، اللي بتعيش اوهام نفسيه اللي بتشكل خطر على بنتها ليلي. ازاي تعملي فينا كده؟ ازاي تقولي عليا ان انا حرامية طمعانة فيكي؟ مريم جت لي العياده امبارح بالليل وكانت في حاله صعبه جدا، تقريبا كانت هتموتني. بالشكل ده هي خطر جدا على نفسها وعلى الناس. انا كان ممكن اذي بنتي. ما تخافيش. وهتخوض مريم صراعات هتجمعها بأبطال وشخصيات العمل، ومن ضمنهم شريف سلامة اللي هترتبط بيه. بعتت رسالة على جروب الشغل تمشي الناس. طبعا هي بتقول ان هي ما بعتتهاش. ومعاهم مها نصار واحمد سعيد عبد الغني. وطبعا احنا قلنا ان شريف سلامة اللي هيرجع من ايطاليا عشان يفتح المطعم، وان المطعم ده هيكون جنب بيت مريم، جنب بيت نيللي كريم. عشان كده بنعرف ازاي هتحصل الموقف اللي هيخليهم يتكلموا مع بعض ويرتبطوا مع بعض خلال الاحداث. على فكره مش لطيفه خالص اللي انت عملتيه. ومش لطيف خالص اللي انت عملته امبارح. طبعا بتشوف ان مريم نيللي كريم هتكون ست في اواخر الثلاثينات داخله على الاربعين، واللي هتعاني بعد وفاه والدتها، وده السبب اللي هتخليها عايشه في حاله نفسيه ومن صعبه واوهام، وهتدخلها في العديد والعديد من الصراعات والتحديات الاسريه والمهنيه، وتدور الاحداث خلال الحلقات. لو قربت من بيتي او اي حد يخصني هتشوف مني وش تاني خالص. انت مش هترتاح غير لما تقع وتوقع كل اللي حواليك. انت بتعملي ده؟ في واحد في اوضتي اللي عايز يأذيها. موضوع ايه اللي هتلميه؟ ايه اللي حصل؟ انا مش مجنون اللي بعمل كده.
المسلسل اللي بيتكون من 30 حلقه، والصراحه انا استغربت ان المسلسل من 30 حلقه. كنت اتوقع قبل ما اكتب الحلقه ان هو 15 حلقه، فده شيء ممكن يبقى شيء مقلقني. نيلي كريم وشريف سلامه خلال الفتره الاخيره جايين من اعمال كانوا بيقدموها 15 حلقه، فحاسس ان المسلسل ممكن يبقى طويل، في مط كبير في الاحداث. انا الصراحه كنت اتوقع ان هو يكون 15 حلقه، وكنت اتمنى ان هو يكون 15 حلقه، بس ما تخليناش نحكم على المسلسل قبل ما يتعرض وقبل ما نشوفه. لما ينزل ونشوفه وقتها نقول راينا ونحكم عليه بشكل نهائي. وده اللي خلاني نيجي لسؤال حلقه وكل حلقه، هل انا متحمس للمسلسل؟ انا اعتقد ان انا رديت على جزء منه، فكره موضوع ال 30 وال 15 حلقه. وال 30 حلقه ده يخليني ممكن ما كملوش للنهايه في الموسم الرمضاني، ممكن يتاجل لما بعد رمضان، ان المسلسل هيكون كبير. فهشوف اول كام حلقه، لو لقيت المسلسل شدني ليه وقدر يمسكني ان انا اكمل هكمل، ما قدرش يعمل كده هركنه، هوقفه واركنه لما بعد رمضان. فمتحمس للمسلسل لوجود نيلي كريم وشريف سلامه. انت برضو تقدر تقول لي رايك في الكومنتات، هل متحمس للمسلسل؟ هل هتشوف المسلسل بشكل كامل ولا هتعمل زيي لو المسلسل ما قدرش يشدك وتاجله لما بعد رمضان؟ بس كده اعتقد ان احنا اتكلمنا او لمينا كل حاجه موجوده عن المسلسل وعايز تعرفها عن مسلسل على قد الحب. فما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات، وكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. اتمنى تكون الحلقه عجبتك، وما تنساش دعمك ليا، تنزل تحت تعمل لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وجديد. كان معاكم اخوكم اسلام، اشوفكم على خير الحلقات الجايه، وما تنساش تخش وتشوف الحلقات اللي فاتت تقول لي رايك فيها. اشوفكم على خير، سلام.